السوبر الأوروبي يبحث عن بطل جديد بين باريس وتوتنهام. موقعة نارية مساء اليوم. يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025، والتي تجمع بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على ملعب فريولي بمدينة أودينيزي الإيطالية، حيث تتوجه أنظار الملايين محبي كرة القدم صوب إيطاليا عند 10 مساء الأربعاء لمتابعة المباراة المهمة والمرتقبة. ونجح باريس سان جيرمان في التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزا كبيرا على إنتر ميلان في المباراة النهائية بنتيجة 5 أهداف دون رد، ليحفر اسمه في سجل الأبطال الأوروبيين. على الجانب الآخر حقق توتنهام هوتسبير إنجازا تاريخيا بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة بالنظام الحديث، لينهي غيابا طويلا على منصات التتويج القارية، حيث يعود آخر تتويج أوروبي للفريق إلى السبعينات عندما فاز بكأس الاتحاد الأوروبي. يلتقي باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير لأول مرة على الإطلاق في مباراة تنافسية رسمية، بينما ستكون هذه المرة الثانية التي يشارك فيها فريق فرنسي في كأس السوبر، بعد أن خسر باريس أمام يوفنتوس 9-2 في مباراتي الذهاب والإياب عام 1997. وحال فوز باريس سان جيرمان ستصبح فرنسا الدولة 13 التي تمتلك ممثلها لقب كأس السوبر، وأول دولة جديدة تقدم فائزا بالكأس منذ ألمانيا عام 2013 بايرن ميونخ. ويعد باريس المرشح الأوفر حظا للفوز بصفته بطل أوروبا الحالي ووصيف كأس العالم للأندية عام 2025، وخصوصا أن التاريخ أثبت أن بطل دوري أبطال أوروبا فاز من قبل ب11 نسخة من كأس السوبر، باستثناء فوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد بنتيجة 4 أهداف لهدفين عام 2018. وفي المقابل يبدأ توتنهام حقبة جديدة تحت قيادة توماس فرانك، حيث انتقل الدنماركي من برينتفورد إلى شمال لندن هذا الصيف ليحل محل أنجي بوستيكوغلو التي تمت إقالته رغم قيادته لتوتنهام إلى أول لقب أوروبي كبير منذ 41 عاما. وأوضح توتنهام 8 فريق إنجليزي يشارك في كأس السوبر الأوروبي، 6 من الفرق السبعة السابقة فازت بأول ظهور لها في النهائي، باستثناء أرسنال الذي خسر 2-0 في مجموع المباراتين أمام ميلان عام 1995. وستكون هذه أول مباراة تنافسية لفرانك في قيادة توتنهام، حيث سيصبح المدرب البالغ من العمر 51 عاما أول مدرب يخوض مباراته الأولى مع نادي إنجليزي في كأس السوبر الأوروبي. ويأمل فرانك في تغيير مسار توتنهام عن الموسم الماضي، إذ كان من السهل على المنافس هزيمتهم. إجمالا لم يخسر أي فريق في البريمير ليج مباريات أكثر من توتنهام 16، بينما حقق باريس انتصارات أكثر من أي فريق آخر بالدورات الأوروبية ال5 الكبرى في هذا العام 34.